واخيرا انتصر سبايدر مان على المجرم الشرير. والله لولا الملامة كنت زغرطت ومليت الدنيا كلها زغاريت، بس للاسف ما بعرفش زغرط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. انتصر البطل ياسين، والبطلة الحقيقية في الموضوع ده مامته. كل التحية ليها. انا فرحانة قوي قوي من امبارح، المفروض ان الفيديو ده كان نزل لكم امبارح، بس انا كنت طبعا قاعده ومتابعه كل حاجه. وكنت عايزه اشوف ايه اخر الاخبار وايه المستجدات فما قدرتش ان انا انزل لكم الفيديو، فقلت ان انا انزله لكم النهارده. انا فرحانه قوي قوي لان الموضوع ده ما يخصش مامة ياسين لوحدها، ولكن يخص كل الامهات، يخصنا كلنا. اللي قاعدين في بيوتنا لاننا طبعا خايفين على اولادنا. فالموضوع ده كان بالنسبه لنا يعني موضوع مهم جدا جدا. تحية مني للأم البطلة اللي كافحت لحد ما جابت حق ابنها، وأصرت إنها تحكي قدام القاضي كل التفاصيل اللي حصلت لابنها. الأم القوية اللي تحملت كل الضغوطات اللي مرت بيها بعد حفظ القضية 3 مرات. وكمان حابة أشكر القضاء المصري وكل من تضامن مع قضية ياسين وساند أهله وخلى القضية قضية رأي عام. المحاكمة طبعا كانت امبارح وكانت عاملة صدى واسع جدا، ومفيش حد ما شافهاش، كلنا شفناها. حضر فريق كبير من المحامين مع محامي ياسين، وحضر المتهم المجرم والدفاع بتاعه، وأهل ياسين طبعا. والجلسة كانت سرية، واللي لفت نظري جدا هي الفكرة العبقرية بتاعت ان الولد يروح لابس ماسك ولابس لبس الأبطال الخارقين في شخصية سبايدر مان. الصراحة الفكرة عبقرية جدا، وتحية كبيرة مني لكل اللي شارك في الفكرة دي. ومامته كمان قالت انها كانت حابة انها تداري وشه. دي حاجة، تاني حاجة ان هما بيحاولوا يأهلوه نفسيا انه بطل وجاي يعاقب الشرير وياخد حقه. وطبعا كلنا عارفين ان الاطفال بتحب الشخصيات دي زي سوبرمان وسبايدر مان وغيرهم، وبيتخيلوا انهم عندهم قوة خارقة وابطال ويقدروا يهزموا الأشرار. فدي كانت فكرة عبقرية حبيناها كلنا، وهو الولد نفسه حبها. مامته كانت قلقانة جدا ان هو يقلع الماسك، ولكن هو كمل المحاكمة بالماسك وحبه جدا. وبعد ما تم النطق بالحكم، الولد كان فرحان جدا لدرجة ان هو قاعد يقول إن انا بطل انا بطل، انا اخدت حقي. والشخصية بتاعت سبايدر مان يعني الولد تقمصها وعاشها. تاني حاجة برضو لفتت نظري هي التزام الصحافة بعدم التصوير، ده حاجة كويسة جدا برضو. عجبتني جدا. طبعا المتهم وصل المحكمة في عربية مصفحة، وكان في حشود كبيرة قوي أمام محكمة الجنايات بإتاي البارود. وزي ما قلت لكم تم منع التصوير نهائي، وده برضو حاجة احترمتها في الصحافة انهم ما ضايقوش الولد ولا مامته بالتصوير. والجلسة كانت سرية، والمحكمة منعت الدخول لغير المحامين والطفل وأهله. والحمد لله تم الحكم على المتهم المجرم بالمؤبد. اللي حصل مع ياسين يا جماعة وجع قلب مش عادي. طبعا في قصص بتوجع القلب، بس قصة ياسين دي كانت واحدة منهم. الطفل الجميل ده اللي المفروض يعيش أيامه زي أي طفل عادي، يعني يضحك ويلعب ويجري ويروح مدرسته عادي خالص. واللي عايزاكم تعرفوه يا جماعة ان القضية مش بس قضية في محكمة ولا مجرد خبر ولا كلام وخلاص. الموضوع ان في طفل اتكسر جواه احساس بالامان، وان الدنيا جت عليه بدري قوي، يعني أكيد بقى فاقد للأمان والثقة في الناس. فربنا يحميه ويعديه من المحنة دي على خير، ويحفظه ويحفظ أولادنا جميعا. وفي بعض من الناس بتقول إن حكم المؤبد لواحد عنده 80 سنة ده غير كافي، المفروض كان الإعدام. إنه ممكن كمان يعمل استئناف، وممكن يخرج عفو طبي لأن سنه كبير. وفي اخبار بتقول ان هو اول ما سمع الحكم امبارح اصيب بازمة قلبية. مش عارفة بصراحة ده حقيقي ولا لأ، فخلينا نشوف الايام الجاية هتقول ايه.
في الموضوع ده. وكمان من الحاجات الجميلة اللي لفتت نظري طبعا تفاعل عدد كبير من الفنانين والنجوم ومشاركتهم فرحتهم بالحكم. القضية دي حركت الكل يا جماعة والله وهزت الأرض. آم، كلنا فعلا كنا فرحانين جدا، كأنه ابني، كأنه كل واحدة كانت حاطة مكانها مكان مامة ياسين، كأنه ابنها. وطبعًا عبّروا عن دعمهم واعتزازهم بالطفل ياسين، وإنه خد حقه وإنه انتصر في النهاية. دي برضه كانت لفتة حلوة أوي. وأكيد طبعًا الأم وصل لها شعورنا كلنا، وإزاي حست إن كل الأمهات معاها قلبًا وقالبًا، وأخيرًا بعد الصبر جبر. وربنا اسمه العدل وما بيضيعش حق حد. وعايزة اقول كمان زي ما القضية بقت قضية رأي عام واتحكم على المجرم بالمؤبد، فلازم نكمل ونطالب بمحاكمة المديرة والدادة والمدرسة اللي الولد استنجد بيها، لانهم طبعا شركاء في الجريمة دي، ولا يقل جرمهم عن جرم الجاني، فلازم يتعاقبوا. لأن أولادنا طبعًا أمانة ومن حقهم إن هم يعيشوا من غير خوف، وكل من تواطأ في الجريمة دي لازم إن هو يتجاب ويتحاكم. لو هنتكلم بصراحة في ناس كتيرة شركاء في الجريمة دي، زي اللي قفل المحضر وزي اللي حفظ القضية وزي اللي كانوا بيتفاوضوا مع الأم علشان تتنازل وتتصالح. يعني هنحس كده إن في دايرة كبيرة قوي لازم كلها تتجاب وتتحاكم مع الفاعل الأصلي في الجريمة، لازم علشان يكونوا عبرة لغيرهم. لازم النماذج اللي زي دي تكون عبرة لأي حد يفكر يقرب من أي طفل. في نهاية الفيديو عايزة أقول للبطل ياسين مبروك يا ياسين، انت بطل كبير. وعايزة كمان أقول لمامة ياسين انت البطلة الحقيقية في القضية دي. ولك مني كل الحب والاحترام والتقدير، وربنا يعينك على اللي جاي إن شاء الله، ويحفظ أولادنا جميعا ويحفظ بلدنا من كل سوء، اللهم آمين. مع السلامة.